السلام عليكم، كي دايرين؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو البنات كله افكار، كل طاقه، كل حماس. المهم غنبارطاجي معكم كيف ما شفتوا معايا. اول حاجه بغيت ندير واحد الكيكه، وديك الساعات بين بالي داكشي تبقى ليا. المهم قبل نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم هنا يا خواتاتي في الصباح قبل ما نفطر فقط صراحه بكري، وما بيتش نخدم الباطور على حساب الناس مازال ناعسين، واليوم نهار ديال السبت. المهم هنا كيف ما شفتوا معايا بندير كيكه عاديه، هو انا بنخدمها بالليمون. درت 3 ديال البيضات، ساشيه ديال الفاني، قبيصه ديال الملح، كاس قل ربع ديال السنيده. وصافي خواتاتي كيف ما شفتوا معايا تنبقى نضرب بهاد الفوي هذا. كيف ما قلت لكم ما بيتش نخدم بالباطور. اليوم السبت والناس يكونوا مازال ناعسين بحال هكا، الناس اللي مازال ما خدامينش في السبت ولا حتى يكونوا مازال ناعسين، وما بيتش نخدم الباطور. المهم هنايا من بعد ما خلطت كلشي بهاد الفوي هذا، درت نص كاس ديال الزيت وبنخلط تاني. تما عندي كاس ديال المندالين، يعني كاس ديال المندالين اولا الليمون اولا خدموا بدانون. راه فايت لي بارطاجيت معكم نفس الطريقه بدانون، هي انا هادي خدمتها بالليمون المندالين، وقلت نزينها بالكريمه ديال الليمون اللي فايت لي بارطاجيت معكم. كنت هكا درتها زينت بها واحد الطرط، تبقى ليا منها شويه، ودرتها في السوبر ودرتها في الفريغو. ايوا قلت هاد النهار نخدم هاد الكيكه هادي بالليمون، وفي نفس الوقت بنزينها بديك الكريمه ديال الليمون اللي تبقات ليا، يعني ميلونج ما بين الحامض السيترون وما بين الليمون. المهم بين هكا باش ما تضيعش ليا، وصافي قلت نزين بها هاد الكيكه هادي. المهم البنات هنايا درت واحد كاس ونص ديال الفورص، وزدت عليهم 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. صافي بنغربل كلشي التالي، عاد بنزيد نص كاس، يعني في المجموع 2 كيسان. انا عندي هاد الدقيق هذا شويه تيتشرب وصافي. المهم تما عندي الساشي ديال البودر ديال الكاكاو بنديرها معاه، يعني البودر ديال الكاكاو، يعني الكاكاو الشوكولات مع الليمون، الميلونج ما بين الشوكولات والليمون والفاني راه تعطي واحد المذاق اللي زوين. وصراحه جات هاد الكيكه هادي هشيشه وجات فنه بالمذاق ديال الحامض، ديك الكريمه مع فيها المذاق ديال الحامض والليمون ومع الشوكولات. ما عرفت، واحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف. عرفتي الحاجه فايت لي قلتها لكم، قلت لكم بان الكوزينه اولا شي ديال الطبخه ولا لا كويزينيير اولا لا باتيسري، هادشي كامل يعني كل نهار تنكتشفوا حاجه ياك البنات، كل نهار تنكتشفوا حاجه. يعني ما كايناش شي حاجه لا هادي ما يمكنش تجي مع هادي. انت جربي وشوفي الحاجه، هادشي اللي كاين ديك الساعه الا عطاتك مذاق زوين ويعجبك الحاجه، المهم راه تبقاي ديما عليها، وكل الواحد راه تيبقى كل مره تبقاي تزيدي واحد اللمسه. هادشي اللي بغيت نوصل وهادشي اللي بغيت نقول. المهم اخواتاتي راني خلطت كامل هاد الخليط هذا، صافي بنقص هي تقريبا هي واحد الربع اي شويه، بنجي في ديك البودره ديال الكاكاو. وصافي بنخلي هاد البيض هذا، يعني انا زيت تقريبا كيف ما شفتوا معايا واحد شويه من الخليط. صافي المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، درتو في الفريغو باش هكا ما يتلصقش ليا. بنخدم بواحد الشكل ديال المول وصافي. في هاد الوقيته هادي يعني راه مازال ما فطرت ما حتى شي حاجه، قلت نسبق الكيكه هي الاولى ندخلها للفران ديك الساعه عاد باش هكا نفطر. عمرت البريد ديال اتاي باش ندوز ديك الساعه تطيب الكيكه هكا في الفران، وندوز نفطر عاد باش نطرف عليا شحال من حاجه الصالون ونجفف وزيد وزيد. وباش هكا ندير ديك الدجاجه اللي فايت لي بارطاجيت معكم في الفيديو اللي فات اللي شرملتها. صافي هي باش نطيبها لانني بغيت نقليها بحال الطريقه ديال الاعراس والطريقه اللي تدير ماما اللي كتخدم، يعني اللي كدير ليها ماما، يعني الطريقه اللي كنشوف عند ميمتي هي اللي غادي نبارطاجي معكم هذا النهار. وماشي اول مره بنبارطاجي معكم دجاجه محمره، فايت لي بارطاجيتها معكم تقريبا في العيد الصغير، في العيد ديال رمضان. المهم اخواتاتي خديت هذا المول هذا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق كيف ما قلت لكم، درتو في الفريغو هكا هي باش ما يتلصقش ليا المول. وصافي خويت الخليط ديالي كامل، وعاد بندير عليه الفوق داك ديال الخليط ديال البودر ديال الكاكاو. المهم اخواتاتي كيف ما شفتوا معايا صافي بنخوي هاد الزلافه هادي اللي فيها البودر ديال الكاكاو هكا من الفوق على هاد الخليط هذا، وبندخل الكيكه ديالي للفران طاطب كل وحده وفرانها. انا تقريبا الكيكه تدي ليا من 45 دقيقه حتى 60 دقيقه، يعني حتى لساعات المكانه. هادشي اللي كاين البنات عاد طاطب، لاني تنقص عليها عافيه اللي تتكون مهيله طاطب على خاطرها عافيه تتكون مشمعه. وصافي المهم كيف ما شفتوا معايا خديت هاد الفرشيطه هادي اولا خذوا هكا شي كيردون وبقاو هكا رولي على الشكل هكا اللي بيتو نتوما وريضات. انا درت لها هاد الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا هي بالفرشيط.
وصافي درتها في الفران. فهاد الوقيته هادي راني فطرت جلست فطرت على خاطر خاطري. وصافي اخواتاتي عاد زدت هنايا قلت بغيت نطرف الصالون واحد شويه، واخا هو مجموع ونقي، ولكن قلت غير نطرفو ندوز السبيراتور نفض داكشي اللي بغيت نفض. وقلت نمسح هاد الشرجم هذا، واخا الشرجم دغيا تيتغبر ليا، ومع كاع فاش دازت ديك العجاجه ومع الشتا صافي تكرفص. قلت ضروري ما غادي نمسحو حتى هو ونقيه نطرف الدنيا واحد شويه. المهم كل نهار تنحيد عليا حاجه الصراحه تقال، اما الا جيتي ديري كلشي دقه وحده وكلشي في نهار واحد راه ما يمكنش. وكاع مع هذا البرد هذا راه تيجي العكز، ولكن تنديروا النفس في ريوسنا، يعني تنديروا النفس في ريوسنا. المهم اختي الا كنتي كتشقاي اولا شي حاجه خدي التليفون خدمي شي حاجه تتعجبك اللي بدها كتموتيفيك حطيها حداك وشقاي، وهذا الشيء اللي كاين. المهم اختي هنا كيف ما شتي معايا هنايا قلت غادي نمسح الطابله هادي، خديت بقى لي واحد شويه من هذا المعطر وخويت شويه فوق هاد الطابله الصراحه والله الا خلات واحد الريحه اللي زوينه هكا في الصالون. قلت ان شاء الله حتى نمشي تاني للبيم وناخذ هكا شي معطر واحد اخر نفس الشكل، ولكن غادي يكون هي اللون مبدل اولا الريحه مبدله ياك. المهم هذا الشيء اللي قلت صافي تما كيف ما شفتوا معايا مسحت داك الشرجم كامل نقيتو، ضربت ليه هكا مسحانيت. قاديت ديك الخاميه قاديتها. بزاف ديال الاخوات يقولوا لي سعاد داك البوج اللي حاطه تما حدا في القنطره ما نافع حتى شي حاجه. كاين اخوات اللي تيقولوا لي نقصي الخاميه وزيدوا زيد. شوف اخواتاتي متفقه معاكم، والله اخواتاتي الا متفقه معاكم وكلامكم هو الكبير عندي. ولكن البنات كل حاجه تجي بوقتها كيف ما تنقولوا. داك الطليق الا حيتو من تما راه داك الطليقه البنات هي بوحدو راه طلع ليا ب1000 درهم هي بوحدو وبلا خياطه بلا شحال من حاجه. يعني راكم عارفين البونج غالي كاع الا خديتو داك البونج الماركه مزيانه راكم تعرفوا البنات يعني تيتحسب بالمترو غالي. وقلت ان شاء الله انا هي بنقطعوا، انا قلت البنات هي بنقطعوا، ولكن مع بحكم الراجل خدام يعني ما تيساليش خدام ما تيساليش صافي خلي داكشي هكاك. تو كان يسالي وهو راه عارف بان داك البونج خاصو يتنقص ديك الساعه ملي يسالي راه بيتنقص. وقلت ان شاء الله من هنا للقدام بغيت نصبغ الصالون، بغيت ندير شحال من حاجه شي ديكورات شي حاجه الا كتب ربي تبارك وتعالى. حنا تنقولوا حنا في يد الله، حنا تنتمناو وتنحلموا، ولكن كلشي في يد الله. يعني كلشي الا كتب لك ربي واحد الحاجه راه بيديريها. هادشي اللي تنقولوا حنا تنتمنوا وتنحلموا، ولكن كلشي في يد الله تبارك وتعالى. ايوا هادشي اللي كاين. اهم حاجه تكون الراحه النفسيه وتكوني مرتاحه وبخير وعلى خير وبخاطرك. اما كلشي راه تيجي شويه بشويه ودرجه درجه ونقطه نقطه يحمل الواد كيف ما ديما تنقول معاكم. المهم البنات الكيكه ديالي من بعد ما طابت ليا هنايا هاد لاصوص هاد الكريمه الكريمه ديال الميلونج ديال الحامض مع الليمون اللي فايت لي بارطاجيت معاكم، اللي كنت خدمت واحد الطارت وفايت لي بارطاجيتها معاكم الطريقه ديالها. شط ليها واحد شويه درتها في السبيره ودرتها في الفريغو باش ما نضيعش. صافي فاش خدمت هاد الكيكه هادي خرجتها من الفريغو طلقات ليا، خلطها واحد شويه بالمعلقه وزينتها فوق هاد الكيكه هادي عطات واحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف البنات. صافي درت تما واحد شويه ديال طرونش ديال المندالين مع وريقه ديال النعناع وشويه ديال البافو هكا من الفوق. صافي بندخلها الثلاجه تتبرد لان تجي موليتها وهي سخونه لانني زربانه. وصافي اخواتي في هذه الوقيته هذه بغيت ننصب الدجاجه. المهم انا غنبارطاجي معكم الطريقه، يعني انا الطريقه هذه شفتها عند ماما الطريقه كيف ما تدير وبنبارطاجيها معكم. يعني انا الدجاج ما غاديش نديرو في الفران يتحمر، لا انا بنقليه تعجبني الدجاج يكون مقلي. واخا الصراحه القلي راه مضر للصحه ومضر للمعده وزيد وزيد، ولكن تيعجبني تيجي بنين وتيجي زوين. المهم هادشي اللي كاين اختي. المهم انا خديت الكوكوط خديت هاد الكوكوط هادي ودرت فيها الدجاجه هادي مع ديك لاصوص اللي تبقات ليا. صافي المهم درت واحد شويه ديال الماء في داك البول باش نغسل ديك القامه درتها على الدجاج وبنخليها نقص عليها عافيه اللي تكون هكا مهيله. صافي تنبقى نقلب هكا في الدجاجه كيف ما شفتوا معايا من بعد ما راه تشدت يعني كيت تحررتي كيف ما تنقولوا. انا هذه هي الطريقه اللي تندير، وانا كيف ما قلت لكم اخواتاتي شفتها عند ماما وكل وحده والطريقه ديالها. كاين اللي كدير البصله والزيت في دقه واحده وتخليتي تشحر وتمرق، كل وحده والطريقه ديالها. وهنايا البنات كيف ما شفتوا معايا خليت انا الدجاج هي واحد شويه
شد راسو. المهم كيف ما تنقولي بحال هو تقلاي واحد شويه، راه ماشي في الزيت، هي في ديك المريقه ديالو. هنايا قطعت واحد 3 ديال البصلات اللي شلطهم في ديك الهاشوار وصافي زدتهم على هاد الدجاجه هادي. قلبت الدجاج درتو على صدرو، على الصدر ديالو، لان الصدر اللي تيشد الطياب. ولكن راه كيف ما شفتوا معايا، يعني خليت ديك البصله مع ديك المريقه والدجاجه تشحرت ليا وبدات هكا تتبقبق. خديت هاد العود ديال الشوا تنبقى هكا نتقبي الدجاج هكا في الفخذ، وبنقلب الدجاجه باش هكا نتقبها على الصدر ديالها، وديك الساعه بنرجعها تاني على الصدر ديالها باش هكا طيب على خاطرها. ما غاديش نسد عليها الكوكوت، يعني ما غاديش نسد عليها الكوكوت، لا غادي ندير معلقه ديال الخشب هكا في الجنب، يعني تكون هكا مهويه. فهمتونا البنات؟ وبنقص عليها عافيه، يعني ما هي مجيده، ما هي ما هي مجيده، ما هي قليله، تكون هكا بين وبين متوسطه. صافي هنايا انا درت البنات الزيت البلديه هي اللي درت. الاغلبيه انا الدجاج الا بغيت تبي طيبو بحال هكا تنجي فيه الزيت البلديه. انت اختي الا بغيتي ديري تخلطي الزيت البلديه مع الزيت الروميه، لكن كامل الاختيار. المهم انا درت الزيت البلديه وصافي، ومرقت هاد الدجاجه هادي القياس ديال الماء. شفتوا معايا الطريقه اللي درت، يعني ما سديتش عليها الكوكوت باش ما تطرطقش الدجاجه. وصافي خواتاتي هادشي اللي درت. خليت الدجاج ديالي طيب. وهنايا خديت واحد شويه ديال صاني كروا، بغيت ندوزها هكا على الدار جفيفه خفيفه ظريفه، ندوزها هكا صاني كروا ونجففها هكا على الدار. وصافي يعني عندي هكا البيت ديال الدراري نقي مجموع مقاد، الوليدات جالسين هكا تيتفرجوا. قلت انا لريان قابل لي اخوك. صافي اخواتاتي هادشي اللي كاين. المهم طرفت الدنيا، الصالون عندي نقي مطرف، حدا الباب راه مطرف نقي. وصافي قلت هاد البلاكار هذا ديال الصبابط ان شاء الله بغيت نردو للبلاصه ما بين الباب ديال الحديد والباب ديال الخشب. وصافي قلت من هنا لقدام بغيت ناخذ ان شاء الله شي بلاكار ديال واحد اخر. كاين واحد النجار يلاه تحل حدايا، بغيت نشوف هكا شي موديلات ناخذهم هكا يكون على قد الشيب، شي حاجه تكون زوينه في نفس الوقت يعني ثمن مناسب، لان تنشوف انا الاثمنه من 1500 درهم وطلع للفوق. وبغيت ناخذ شي حاجه تكون هكا ناقصه واحد شويه وزويونه. المهم اخواتاتي هنا في هذه الوقيته هذه حيت الدجاجه طابت ليا، درت واحد شويه ديال البخور في الدار كيف ما شفتوا معايا. الدجاجه طابت ليا حيدتها، وتما زدت ديك الكبده اللي قطعتها مع العنق حتى هو اللي قطعته. وصافي راه المريقه ديالي راه طيب. هنايا الدجاجه ديالي راه البنات قليتها وقليت الفريت حيدته، عاد بديت كنقليها هكا في الدجاج. المهم يدينا اختي ويدينا، وهكا منظمه وقتي منظمه شغلي باش كل حاجه تتبان ليا شنو بغيت ندير. الدويره ديالي نقيقيه الحمد لله. وصافي البنات هنا كيف ما شفتوا معايا. المهم انا خليت الدجاجه، يعني قلت ما غاديش نقليها حتى يجي راجلي. صافي راه من بعد ما جا هنايا عاد بديت هنايا تنقلي فيها باش نحطها وهي سخونه. دابا مع البرد الحال بارد، والا طيبتها هو قبل مازال ما جا يعني دغيا غادي تكرم وغادي تبرد. فهمتونا البنات؟ داكشي علاش خليتها هكا حتى جا. وصافي هنا تنقلي فيها. دابا فهاد الوقيته هادي مشى هو دا ريان باش هكا يحسن ليه عند الحلاق، دا عند الحلاق باش يحسن ليه. وصافي اخواتاتي هنا غير غادي نقلي هاد الدجاجه هادي وبنغطي عليها هكا بالسلوفان. راه المهم انا الصراحه الدجاج المقلي تيجيني احسن من ديال الفران. هو ديال الفران اخواتاتي صحي الصراحه تقال، هو صحي، ولكن انا تعجبني هاد الطريقه هادي. المهم راه بارطاجيت معكم الطريقه كيف ما كنديرو. انتي اختي الا بغيتي ديريه في الفران دهنيه هكا بشويه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت مع شويه ديال هذا ديال الهريسه هكا باش تعطيك واحد اللون هكا محمر. صافي تما التغميره ديالي كيف ما شفتوا معايا خليتها حتى وقفات فيها الزيت ودغمرات ليا مزيان. وفي هذه الوقيته هذه قلت نستغل الوقت ونبارطاجي معكم البنات المشتريات. وشوفوا البنات، انا الصراحه نحاول تنقول بحال هاد المشتريات اي حاجه جاتني ما تنبيش نبارطاجيها في القناه، ولكن يقدر اول مره غنبارطاجي معكم شي حاجه، يعني كنبارطاجي معكم المشتريات ديال الكوزينه. هكا ديال شي حاجه ديال الكوزينه اولا التقضيه اولا تتخص بالكوزينه. ولكن بحال هكا ديال الحويجات ديال وليداتي اولا الحويجاتي ما عرفتش. انا ما عرفت كاع كيفاش بين نقولها لكم. نتوما قولوا لي واش عادي نبارطاجي معكم بحال هادشي اي حاجه جاتني او لا. هاد النهار قلت نبارطاجي معكم. وصافي اخواتاتي هنا كيف ما شفتوا معايا هاد السيرفيت وحده ديال عمران في اللون الكري. المهم كان باغي ياخذ ليهم نفس اللون ولكن ما لقاش نفس اللون، يعني ما لقاش نفس اللون في كل واحد والعمر ديالو ما لقاش نفس اللون. داكشي علاش خدا ليهم هي هادي، خدا العمران هادي اللي في يعني نفس الستيل ولكن هي في اللوينات اللي مبدلين. هادي ديال عمران في الكري وديال ريان في الخزي. المهم زويونين ديال الوقيته ديال البرد. دابا الوقيته ديال البرد الوليدات تيبغيو هكا سيرفيتات.
فهمتونا البنات. ايوا هادشي اللي كان. المهم كل مره نبقاو نخطفوا لهم هكا حاجه 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 وصافي خواتاتي. هذه ديال ريان. وهنايا بنبارطاجي معكم هاد البانطوفه هادي في الغوز. المهم الصراحه زوينه وسخيخه. المهم ديال هاد البرد هذا انا الصراحه كامل يعني هادو جاو من انزكان، جابوهم هكا من انزكان. قال لي انزكان غالي وبصح ما بقاش انزكان كيف ما كان. المهم بنات اكادير راه يعرفوا علاش تنهضر. انزكان كان في ديك الوقيته كان تيكون هكا على برا عامر وتتكون صحاب الجمله وزيد وزيد. ولكن دابا كلشي غالي صراحه. تقال كلشي غالي كلشي يعني كتلقاي بالنسبه لاكادير المعيشه غاليه فيه، غاليه اكثر من مراكش. انا هادشي اللي بان ليا لان حتى هو قالها ليا البلاصه فاش كاين. قال لي المعيشه فيها غاليه اكثر من مراكش. بحال دابا تمسيه المعيشه رخيصه فيها واحد شويه، ازرو المعيشه رخيصه فيها واحد شويه. عندكم ايت ملول بعض المناطق بحال الحي الصناعي المعيشه رخيصه فيها واحد شويه. ولكن بحال دوك تيكيوين طراس الجهاديه الدشايره وطلع للفوق. حيت انا اكادي واخا هكاك ما مخلطاهش بزاف. ما مخلطاش. انا تنعرف هي انزكان يعني مخلطه هي انزكان بزاف. اختي لا، اختي مخلطه تبارك الله عليها بسلامتها. سوق الحد اكادير كامل. انا لا، انا سوق الحد نمشي ليه نتجلى ما عارفاش كاع. الطوبيس اللي بيديني حتى لسوق الحد ضحكوا عليا ولكن والله العظيم البنات اللي هذه هي الحقيقه. المهم اخواتاتي كيف ما شفتوا معايا البانطوفه وتما داك البنوار طويل الصراحه مستور وعجبني بزاف. فيه القب ديالو عجبني طويل ومستور. حتى هكا الا بغيت نصور شي حاجه تكون مستوره. وهاد البيجامه هذه هي ديال الدار زويونه هنايا في الغوز عجباتني. وفيها هاد المهم هاد النجيمات هادو المهم عجباتني. المهم اي حاجه كتجيك اختي قولي بسم الله الخير والبركه والله يقوي الخير. هادشي اللي تنقول والحمد لله اللي جاتك فرحي بها. هادشي اللي بغيت نقول لك اختي. المهم هاد البراسلي هذا في الديبي هو صراحه ما بانش لكم البنات في التصوير مزيان. هو مشبك زوين مع الخاتم ديالو ما بانش لكم هكا في التصوير وصافي. بالنسبه للاثمنه غتقولي الاثمنه ما تيبيش يقول لي الاثمنه. المهم تقولي شنو بيتي انت في الاثمنه وجبت لك الحاجه شريتها لك صافي قولي بسم الله وشدي هادشي اللي كاين اختي. المهم هنايا البنات صافي هنايا راه جاو بغيت نحط هكا الغديوه ديالي وصافي. تما راه بالمناسبه المناضه راه جابها معاه هكا في الطريق فاش كان هكا جاي للدار جابها معاه هكا في الطريق. والخبز حتى هو ما كانش عندي قلت ليه الا كنتي جاي جيب معاك حتى الخبز. جاب لي هكا المخبزه مع راه تعطلنا في الغدا تقريبا ما تغدينا حتى ديك 4 ولا 4 ونص البنات. حيت هو ما وصل حتى 3 تقريبا 3 ونص عاد وصل هو للدار وصافي. المهم هادشي اللي كاين اخواتاتي. جاب لي الخبز قلت ليه في الطريق الا كنتي جاي طرق لي معاك المخبزه جيب لي الخبز. ولكن لقى عندهم تقاضى يعني حتى هكا يطيبوا الخبز ديال العشيه. المهم جاب لي الخير والبركه. يعني النعمه ديال الله راه زوينه كامل النعمه ديال الله راه زوينه. وصافي خواتاتي هنايا حطيت الفريت قديت داك الطبيسيل ديال الدجاج درت ليه هكا الزيت الحمر هكا في الجنيبات. بارطاجيت معكم اخواتاتي النهار ديالي كيف ما هو. وتما المناضه راه كيف ما قلت لكم هو اللي جابها معاه هكا في الطريق وصافي. الخير والبركه هذه هي الغديوه ديالنا. اللهم ادمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. الخير والبركه الحمد لله. واخا هاد الدجاجه هادي ولادي ما كلاوهاش. راه الدجاج هذا البنات تغدينا منه وشاط لي الخير العشاء وفاش رجعت سخنته وتعشينا به. المهم هنايا غير تغدينا جمع داكشي اللي بغيت تجمع لبست حوايجي ولبسنا هكا وليداتنا وخرجنا هكا على برا باش هكا يجيو بابا وما كيلعبوا واحد شويه. هو هرايا اللي لعب عمران ما عرفتش كاع كيفاش بنشرح لكم عمران كيف داير. ولكن الحمد لله على كل حال. ما بدا شي حاجه هي تيغوت هي تيبكي وهي كيجري جا داكشي في شكل كيدفع الحاجه ديال الناس. ما عرفتش كاع كيفاش بنشرحها لكم. المهم هادشي اللي عطا الله صراحه. كنت بغيت نصور لكم شحال من حاجه. هنايا راه كيف ما شفتوا معايا دخلنا من برا لعبوا الوليدات. هو راه عمران ما لعبش. عمران هي تيغوت وهي تيبكي. راه هي اللي لعب. هادشي اللي عطا الله ما عندنا كنديرو الحمد لله على كل حال. المهم البنات هنايا راه دخلت صراحه كنت بغيت نصور لكم شحال من حاجه. ولكن راكم تتعرفوا اللي عندها الوليدات بحكم بحال ولدي الصغير هي تيغوت وتيبكي وتيتكركب لك في الارض وما بدا شي حاجه يعني خصك المهم راه ما يمكنش انك تصور تخلي ولدك تيغوت وتصوري. صافي اخواتي كيف ما شفتوا معايا هنايا راه جبنا هكا شويه ديال الديسير البنان شويه ديال التفاح شويه ديال الفريز كان هزو عمران بغا وشراه ليه بابا صافي وغسلنا ليهم هكا شي حبات هكا في الطريق كلاهم هو خوه. وصافي اخواتاتي المهم جبنا هكا شويه ديال الديسير هكا الوليدات. وهنايا خديت هاد الطبسيل هذا عجبني بزاف. شفت واحد السيده
الله يسهل عليها. شفتها مسكينة جالسة هي في الشارع والبرد، كاين البرد، وجالسة مسكينة تتبيع الكيسان وتتبيع هاكا الطبيصلات بحال هادو، تترزق الله مسكينة الله يسهل عليها. عجبني هاد الطبيصيل هذا عندها، خديتو 50 درهم اللي قالت لينا وخديناه. وهنايا شي برودويات البنات خديتهم خاصيني، هو ما خديتش كلشي. المهم انا راه كناخذ وهز تيقول لي خدي لي بيتي، قال لي خدي داكشي اللي خصك وصافي. المهم خديت غير هادو، قلت ان شاء الله حتى ناخذ عاوتاني شي حويجات، حيت سولته على شي حويجات اخرين ما لقيتهمش عنده. كنت بغيت نصور لكم البنات المحل، ولكن كيف ما قلت لكم ولدي ما هي تيغوط صافي، داكشي علاش. وعاد المحل عامر بالناس، ما يمكن ليش نصور احتراما ليهم. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا خديت هاد باندوش لوكس كنستعملو بزاف البنات الا بغيت بحال هكا تندير فيه بحال السكراب مع السنيده، بحال شكل السكراب حتى هكا الا بغيت نقومي بيه هكا الجسم تيجي زوين. وصافي تما خديت داك الكريم مرطب نيفيا على حسب دابا البرد. انا عندي داك فايت لي بارطاجيت معاكم داك لا روش بوزاي ديال الوجه. المهم باقي عندي وخديت هذا. وتما كيف ما شفتوا معايا خديت بانتين هاد ديميلور، خديته بغيت نخدم به هكا الماسكات للشعر، خاصني هكا على حسب الماسكات للشعر. قلبت على داك اليغون ما عندوش. وهنايا خديت هاد السيروم ديال الشعر السيف، كنت بغيت ناخذ باليا، قال لي باليا تقاد عليه الا صبرتي تيجي، قلت ليه لا صافي بغيت ناخذ هذا. خديت داك باليا ديال اليدين، كريم ديال اليدين هو زوين، هو كريم في نفس الوقت ديال اليدين وديال الجسم، زوين بزاف. سولتو على لابيلو ما كاينش، كاين واحد الماركه انا بيت ديك الماركه اللي بيت يكون فيها ديال الفخومبواز اولا ديال الفريز، ولكن ما عندوش. عنده واحد الماركه واحده اخرى. صافي قلت ليه صافي بلاش، مره اخرى ان شاء الله. كامل دوك البرودويات البنات خديتهم ب 5200 اللي قال لينا 5200، حيت انا ما سولتش على كل حاجه الثمن ديالها، انا اختاريت داكشي اللي بيت وصافي خواتاتي. وصافي راه دوك البرودويات راه تقريبا راه تيضربوا عندي مده، كاع داك السيروم راه تيضرب عندي مده. هادشي اللي كاين اخواتاتي. المهم هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، بارطاجيت معكم الروتين ديالي من الصباح حتى العشيه بداكشي اللي فيه. نتمنى منكم البنات التشجيعات. الله يجازيكم بخير، وتنقول لكم مع السلامه حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.